الرحيم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الخامس الكرام. مكملين مع بعض إن شاء الله في حل أسئلة كتاب الرياضيات، ووصلنا إلى الوحدة الثانية، وعند الدرس الأول في الوحدة الثانية بعنوان الضرب الذهني. والآن ننتقل إلى أتدرب وأحل مسائل. عندي يقول لي أول شيء أجد ضعف كل عدد مما يأتي ذهنيا. طيب كيف هسه إحنا بدنا نعرف هذا الإشي؟ باجي أطلع على هذا الرقم في البداية. تمام، عندي 3 وعندي 4. بقول الثلاثة بزيد عليها كمان 3 ضعف، يعني إنه بزيد نفس الرقم. إذا قال لي ضعف واحد أو قال لي ضعف ما يأتي، بعرف إن كل رقم بدي أزيد عليه الرقم نفسه. فبقول الثلاثة بزيد عليها كمان 3، شو بتصير؟ بتصير عندي 6. طيب الأربعة بزيد عليها كمان إيش؟ بزيد عليها كمان 4، فقديش بتصير؟ بتصير عندي 8. فإذا يصير الرقم عندي كامل قديش؟ 68. وبستخدم هذه الطريقة نفسها في إيش؟ في كل حال. نجي على هذا، بيقول لي قديش؟ 45. طيب أنا إذا بدي أزيد قديش بده يصير عندي؟ الأربعة هان في منزلة إيش؟ العشرات. فأربعين بدي أزيد عليها كمان 40. لاحظ كيف إنه الأربعين هذه خليني أفصل لك إياها. هذه الأولى زبطت معنا بهذه الطريقة، خلينا نشوف الثانية كيف بدها تزبط معنا. بدي أشوف كيف بدي أجي ضعف 45. لاحظ الأربعة هذه بمنزلة إيش؟ بمنزلة العشرات، فبقول هي 40 صح؟ بضيف عليها كمان إيش؟ بضيف عليها كمان 40، فشو بتصير عندي؟ بتصير عندي 80. تمام. طيب الخمسة هذه وين موجودة عندي؟ موجودة عندي بالأحد، بضيف عليها كمان إيش؟ بضيف عليها كمان 5، فشو بتصير؟ بتصير عندي 10. بجمع الرقمين هذول مع بعض، 0 مع 0 0، 8 مع 1 9. فقديش صار عندي مضاعفة هذا العدد؟ صار عندي مضاعف هذا العدد 90. أو بقول له طريقة ثانية، هذه خليها بيني وبينك، هي 45 ضرب إيش؟ بضربها في 2، هذا يعني المضاعف. هذا يعني إيش؟ المضاعف. فبقول 4 في 5 قديش فيها؟ فيها 10، وهي 1 باليد. 2 في 4 8، وفيها 1 هي 90. الضعف إني بضرب في 2. فإذا في عندي في طريقتين، يا إني أضرب ب2 يا بستخدم هذه الطريقة. فإذا الثاني قديش جوابها صار عندي؟ أيوة صار عندي 90. 58 بدي إيش؟ مضاعفها. قلنا يا أضرب ب2 يا إني إيش؟ بستخدم الطريقة الأولى. خليني أستخدم إني أقول 58. 50 وين موجودة؟ موجودة عندي في العشرات، فأقول هي 50 ضعفها كمان هي 50، فقديش بتصير عندي؟ بتصير عندي 116. تمام. طيب الثمانية في الأحد بزيد عليها كمان 8، فقديش بتصير عندي؟ بتصير عندي 16. بجمعهم قديش بتصير؟ 16 58. 50 في 50 عفوا. فإذا 45 هاي إجابتها قديش؟ إجابتها عندي 90. أجي على هاي، خلينا نستخدم الطريقة الأولى. بقول 50 وين موجودة؟ الخمسة هاي موجودة في العشرات، يعني 50. بضيف عليها كمان إيش؟ بضيف عليها كمان 50، فبقديش بتصير تساوي؟ بتصير تساوي عندي 100. تمام. طيب الثمانية وين موجودة؟ في الأحد، هي 8 زائد 8 بتساوي عندي قديش؟ 16. 100 زائدا 16، فيكون عندي الجواب 116. أو إني بتعامل بالطريقة الثانية وبأضرب 2 في 58، وعلى هذا الشكل. هاي 4 شو قايل لي؟ بيقول لي إنه 330. 330 باجي بقول له إنه الثلاث الأولى هاي وين موجودة؟ في منزلة، خليني أحلل لك إياها عشان تبين بالتفصيل الكامل. طيب 4 بتقول 330، خليني بحلل لك إياها بطريقة، طبعا أنت بدك تكون أسرع من هيك، بس أنا عشان أعلمك بالتفصيل كيف انحلت معي. 300 عبارة وين واقع؟ واقع في منزلة المئات، فكأنها 300 بهذا الشكل. فإيش بدي أضاعفها؟ بزيد عليها كمان إيش؟ 300، فبتصير عندي قديش؟ بتصير عندي 600. الثلاثة هاي وين واقعة؟
واقع في منزلة العشرات، واقع في منزلة العشرات، فكأنها 30. بزيد عليه قديش؟ بزيد عليها كمان 30، بتصير عندي قديش؟ بتصير عندي أيوة، بتصير عندي 60. طيب الصفر موجود في منزلة الأحد، والصفر لو بدي أضيف عليه صفر قديش بيصير كمان؟ بيصير كمان صفر. شو بروح أعمل؟ بروح أجمعهم، 3 أصفار هان بجمعهم، صفر في صفر زائد صفر يصير عندي صفر، صفر زائد 6 فعندي 6، وهان ال6 بتنزل، فقديش يكون الرقم عندي؟ بيكون الرقم عندي 660. أو إني بضرب بقول 330 مضروبة عندي إيش؟ مضروبة عندي في 2، في 2 في صفر صفر، 2 في 3 6، 2 كمان في الثلاثة الثانية بتساوي عندي قديش؟ بتساوي عندي 6. فيا إني أضرب ب2 يا إني أحللها بهذا الشكل وأضع أعزائي الطلاب. أنا بدي أصير هذه الطرق اللي بدي أحل فيها، فبعدين بالمسائل الخامسة والسادسة بدي أصير أعطيك الإجابات بشكل سريع. فإذا هذه قلنا إجابتها قديش تطلع عندي؟ 660. 250 ضعفها بصير عندي قديش؟ بصير عندي 500. والأخيرة هاي يصير عندي إجابتها 980 مثل ما تعلمت. بس أرجع بقول لك بدك تكون إيش؟ أسرع. يقول لي هنا بعدين أجد نصف كل عدد مما يأتي ذهنيا. تمام، كيف بدي أجدهم ذهنيا؟ بقول إنه معنى أجدهم ذهنيا يا إني بدي أقسم على 2، يعني شو نص العدد اللي موجود معي. فعندي هنا إيش؟ عندي 90. 90 لو أجيت بدي أخذ التسعة، لو بدي أخذ التسعة، فهي التسعة في منزلة إيش؟ عندي المئات، ف90. تمام، شو نص التسعة؟ 4.5. بما إنها موجودة فإذا نص قديش؟ 45، والصفر راح، فإذا قديش عندي هنا؟ تكون عندي 45 بقسمها على 2. 8 36، 36 بقسمها على 2 فتصير عندي طوالي 18. نشوف عندي رقمين مجموعهم بيساوي هذا الرقم. 44 بتساوي عندي قديش؟ 22. 270 بقسمها على 2 بتطلع معي قديش؟ هذا نصف العدد اللي هي 135. 550 بتساوي عندي اللي هي 275. 390 بتساوي عندي 105. 390 بتساوي عندي 195. بعدين بيقول لي هان أملأ الفراغ بما يناسبه في كل مما يأتي. طبعا عندي هنا 39 بضربها في 2 قديش صارت عندي؟ صارت عندي 78. طيب بدي أضرب رقم في 2 بيعطيني قديش؟ 38. كيف بحل الرقم اللي زي هيك؟ بقول إنه في عندي 130 مضروبة في 2، بس حول الضرب إلى قسمة. هي 100. تمام، هي 138 بقسمها على 2 قديش بتطلع معي الجواب؟ فإذا هان الرقم عندي قديش؟ 69. طيب بجي بعدين إنه في عندي رقم بدي أضربه في 2 يعطيني إيش؟ يعطيني الضعف. شو في عندي هان؟ في عندي هان 615. بعدين عندي هان الرقم بدي أضربه في 2 يعطيني قديش؟ يعطيني 16700. يعني بدي رقم أضربه في 2 يعطيني 16700. بقول له الرقم اللي هان، الرقم اللي موجود هان هو 8350. طيب شو في عندي هنا؟ بدي أضرب 2 في 87، يعني بدي ضعف 87، فيصير عندي قديش؟ 174. بضرب 2 في 680 بيصير عندي 1360. هاي 60، 1360. بعدين بدي أضرب 2 في 8400، فقديش يصير عندي؟ يصير عندي 16000 قديش؟ و800. طيب 14 هنا أنا خذ ضعف الرقم. هنا شو بدي أعمل؟
بدي أقسم 144 على إيش؟ على 2. هي 144 هاي بدي أقسمها على إيش؟ أقسمها على 2، بده يطلع معي هان جواب. فأول إشي هان بحط له إيش؟ بحط له 72. من وين جاية 72؟ 72 جاية عندي من، أقول له 1400 144 تقسيم 2. فقديش تطلع؟ تطلع معايا 72 اللي هي الجواب اللي موجود عندي هنا. 5400 بدي أقسمها على إيش؟ بدي أقسمها على 2، فتطلع معاي قديش؟ تطلع معاي 2000. تطلع معاي 2700. طيب 1360 بقسمها على 2، فتطلع معاي الإجابة 680. هنا في هذا السؤال 13 أنا أخذت مضاعف العدد، وهنا شو بعمل؟ باخذ نصف العدد. عندي 12300 بقسمها على 2، فتطلع إجابتها قديش؟ تطلع إجابتها 6150. 6150. طيب بعدين بدي رقم لما بقسمه على 2 يعطيني 1600. شو في عندي رقم لما بقسمه على 2 يعطيني 1600؟ يعني شو مضاعف 1600؟ أيوة، ضاعف لي 1600، يصير عندي 3200. 1000 عندي هنا، شو في عندي رقم لما بقسمه على 2 بيعطيني هذا الجواب، فبقول له إنه 15000. هذه إجابتها 15000 وإيش و400. تمام. فإذا بهذا الشكل أنا حليت هذا الرقم 6000. هذا الرقم هو عبارة عن 6150 إذا ما كان واضح. طيب بنكمل. يقول لي أجد ناتج كل ما يأتي باستعمال المضاعفة والتنصيف. فبضرب هذه ناتج ضربهم مع بعض، بصير عندي الجواب قديش؟ بصير عندي الجواب 600. إجابتها قديش؟ 600. 25 في 16، فإجابتي قديش عندي؟ 400. تمام. 120 في 45، فالإجابة تكون عندي 1260، وهاي إجابتها بيكون عندي 420. بعدين بيقول لي 19. هذول احنا بدنا ايش؟ نتعامل معاً، بس انا عشان احلل لك بطريقة سريعة انه 25 بستخدم ايش؟ بستخدم ضعفها حتى اني اصل لهذا الرقم. طيب عندي هنا 19 بيقول لي اكتشف المختلف، احدد المختلف فيما يأتي مبررا. يقول لي اي العمليات لا استطيع ايش اني اجدها من خلال التصنيف او ايش المضاعفة. فيكون عندي انه هذا الرقم ما بستطيع اني اجد الناتج من خلال التصنيف او ايش او فيكون عندي جوابه 514. ليش؟ لأنه أول شي كان عندي 78، بعد 78 ركب عندي قديش؟ 218، فصار عددهم قديش؟ 200. أيوة، و57. الضاعف 257، فقديش بصيروا؟ 514 راكب. تمام. طيب أتحدث كيف أجد ناتج ضربين عددين باستعمال المضاعف والتصنيف. نقول أضاعف أحد العددين وأنصف الآخر ثم أجد الضرب ذهنيا. فإذا بهذا الشكل أعزائي الطلاب كان عندي حل أسئلة الدرس الأول من الوحدة الثانية. نلتقيكم إن شاء الله في حل أسئلة دروس تقدير نواتج الضرب. إلى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.